قرروا يقضوا على البطالة بنفسهم وفتحوا لنفسهم أسواق كتير وشغلهم مالي البلد، واشتغلوا في صناعة هم بس اللي عارفين سرها ومحدش قادر يقف قدامهم ولا ينافسهم. دي حكاية قرية كافور في محافظة المنيا، أشهر قرية في صناعة البامبو والثبات على مستوى الجمهورية. بس إيه حكاية القرية دي؟ وإزاي قدروا ينجحوا في الصناعة دي؟ ويا ترى إيه استخدامات البامبو والمنتجات اللي بيصنعوها؟ كل ده وأكتر هتعرفوا، بس تابعنا في الفيديو ده. محدش يقدر ينكر إن مصر فيها نسبة بطالة مش قليلة، علشان كده قرى كتير قررت إنها تعتمد على نفسها وهم اللي يقضوا على البطالة بنفسهم ويوجدوا فرص عمل ويستغلوا مهاراتهم في أي صناعة تجيب لهم دخل وتعيشهم حياة كريمة. من ضمن القرى دي هي قرية الكافور، ودي واحدة من قرى مركز مطاي اشتهرت بتوزيع السباتة المصنعة من الغاب وخشب الجازورين في مختلف مراكز محافظة المنيا من عشرات السنين، وده علشان بيستخدموها في تغطية الأسقف والجدران. القرية دي هي الوحيدة اللي بتوزع الحاجات دي في المنيا، علشان كده سمعتها انتشرت بسرعة البرق بين أصحاب المحلات وأماكن التصوير وراغبي تزيين أسطح المنازل. وحاليا قرية كافور بقت بوابة جميع محافظات الصعيد ومدينة الإنتاج الإعلامي من خلال توريد التحف والأنتيكات وغرف النوم اللي عمرها 150 سنة لمدينة الإنتاج الإعلامي، لما بيكون في تصوير لفترة تاريخية قديمة ومحتاجين ديكورات. كمان القرية مشهورة بتصنيع السباتة المستخدمة في المقاهي والمزارع وغيرها. من الآخر هي أساس الصنعة والتجارة، علشان كده تقريبا كل أهالي القرية بيشتغلوا فيها. وحسب أبو شريف يونان تاجر في القرية لليوم السابع إنه بيشتغل في تجارة السباتة والكازورين وأعواد البامبو من أكتر من 40 سنة، ورغم إنها كانت تجارة وصناعة غريبة إلا إنه مع مرور الوقت اتحولت القرية لمركز توزيع على مستوى محافظات الصعيد. وقال إن أعواد السباتة بتيجي من البحيرات من المنزلة ومحافظة المنصورة، وإن التجارة دي بتوفر الكثير من فرص العمل للشباب سواء من خلال التقطيع أو النقل أو صناعة السباتة نفسها، وكمان صناعة الحصير اللي بينافس الحصير البلاستيك وبيفضله كتير من الناس لأنه بيتميز بالرطوبة وإنه قريب من أشكال الطبيعة. ولما اتسأل عن الأسعار قال إن سعر عود الكازورين بيبدأ من 25 ل 250 جنيه، وعود البامبو ده عبارة عن طرفين، الطرف الأمامي سعره 50 جنيه، ودي أسعار قليلة جدا نظرا لاستخدامات الأعواد في الأسقف وقوة التحمل، ده غير إنها مش بتتفاعل مع الأرض وبيتم تغطيتها بالأكياس البلاستيك في جذوعها علشان ما تمتصش المياه من الأرض وتعيش لحد 30 سنة. وحسب شادي رزق واحد من العمال في خلال السنين اللي فاتت الأنواع دي ما كانتش رائجة بشكل كبير، بس ازداد الإقبال عليها في الفترة الأخيرة، خصوصاً إنها أقل تكلفة من باقي خامات البناء، بالإضافة إنها بتستخدم في التشكيلات الجمالية وده أحسن من المباني والخرسانة. وقال إنها كمان بتوفر الوقت وتركيبها وتثبيتها مش بياخد وقت طويل، وإن استيراد كميات أكبر في الفترة الأخيرة ساهم في تخفيض أسعار الأنواع سواء من خشب الجازورين أو الغاب المستخدم في السباتة. وكل ده ساعد في فتح كتير من الأسواق داخل المحافظة وبعض المحافظات المجاورة. ودلوقتي قول لنا اشتريت قبل كده أي نوع من أنواع البامبو ورأيك إيه في أسعاره؟